ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رمضان خلص والعيد خلص والتلبك المعوي معانا احنا لسه ما خلص. الساعة 2 بالليل وعايزين ناكل حاجة حلوة. الحاجة الحلوة بالنسبة لنا أكلة فسيخ ورنجة. كان عندي فسيخ ورنجة جاي من اسكندرية خطير. انا اكتشفت ان الاسكندرانية بيعملوا فسيخ ورنجة حكاية بجد. اول حاجة هنعمل الخلطة بتاعتنا: بصل بقطعه وعليه فلفل وليمون وخل وبركنه على جنب، حوالي 5 6 7 8 ليمونات كده هنقطعهم ونعصرهم وهنحط عليهم حوالي نص كوباية زيت وهنسيبها على جنب. هنيجي بقى للفسيخ، هجيب المقص هقص الراس وهقص الديل وهقصه من بطنه، وهفتح الفسيخية كده هشيل منها سلسلة الشوك بتاعتها وبسكينة ناعمة، وهنكحت كل اللحمة والفسيخ الزبدة ده معانا. التنتوفة ما بتسيبهاش تنتوفة. الأكلة الوحيدة اللي ما فيش حد يقولك الملح الزيادة، أصل الأكل ناقصه كمون، فلفل أسود، لا التوم كتير، ما فيش حد بيقولك كده خالص. أحلى أكلة، تحفة يا جماعة، تحفة، مزاج الأكلة دي مزاج. شايفين زبدة القطعة بتطلع بقطعتها، ما بسيبش التندوفة، انا بقعد اكحت فيها لحد ما يبان لها صاحب. هخلص بقى الفسيخية بتاعتي وبعلبة من بتوع الكحك. كلنا الكحك البقت العلبة، ارمي العلبة؟ لا طبعا، بغسلها وهقطع بقى الفسيخ بتاعي قطع صغنونة، وهجيب العلبة اللي انا غسلتها بتاعت الكحك عشان بقى ايه لما اجي ارمي الزفارة ارمي بقى العلبة، ما سيبش اثار لاي جريمه ولا ريحه ولا سفه ولا شوكه ولا اي حاجه. ونحط بقى الفسيخ في العلبه بتاعتنا. هنجيب بقى الرنجه نقطعها من الديل ومن الراس، وهبدا اشيل القشر بتاعها او الجلد بتاعها بكل سهوله، ما بياخدش اي حاجه وسهل جدا وبيطلع بسرعه جدا جدا. بعد كده هنضف وهشيل برضو سلسله الشوك بتاعتها وهقطعها. بيقولوا بقى ان الرنجة الذكر البطروخ بتاعها بيبقى ناشف، والرنجة الانثى بيبقى البطروخ بتاعها ناعم كده. او احنا كده مش بنعتق، فاحنا كده مش بنعتق، فهناكل الخشن وهناكل الناعم برضه، هناكل الرنجة وهناكل الفسيخ، هناكل البصل والفلفل. احنا مش بنسيب حاجة في الاكلة دي. احنا لو نطلب ناكل الشوك هناكله عادي، بس في كده حاجات بتترمي احنا عارفينها طبعا. فالشوك بيترمي، الديل بيترمي، الراس بتترمي، كل حاجة بعد كده بتتاكل. وهقطع بقى الرنجة بتاعتي بالبطاريخ بتاعتها في نفس العلبة هي برضو قطع صغنونة. شايفين انا باكل الشوك بمصمصه ما بسيبهوش، انا ما بسيبش التنتوفة في الاكلة دي بالذات، يعني حريقة في الاكلة دي. بعد بقى ما بخلص الرنجة بتاعتي ال3 رنجات بتوعي، هجيب بقى الخلطة اللي انا عملناها في الاول اللي هي الليمون، ال5 6 7 8 10 ليمونات دول على نص كوباية زيت، وممكن نكتر زيت، وهنحطهم على الرنجة بالفسيخ. هنقلب، بغطي العلبة بقى وببدأ اهزهزها كده عشان بقى مش هزفر خلاص. مسحت الرخامة، وغسلت ايدي والمواعين اللي انا كنت بستخدمها، السكينة والمقص وكل ده انا غسلته. هجيب بقى الخلطة بتاعتي واحطها على الفسيخ بالرنجة، وهبدأ بقى اقلب العلبة بتاعتي دي، وهجهز بقى العيش، بصل بالفلفل، هجيب لقمه صغيره عيش بني عشان انا عامله دايت، فهنحط بقى حته فسيخ على حته الرنجة على حته البصل على حته الفلفل الحامي دي كده. احنا بندوق، يعني انا كده بسخن، بنقول بسم الله هم يا جبري. تحفه 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 تحفه، خطير خطير خطير. هبدا بقى ايه، انا كده سخنت، هحط شويه في طبق ليا ونكمل بقى. اكله تعلي الاملاح في الجسم، تعطش الواحد، تجيب تلبك معوي، اكله دي مزاج. ويا جماعه انا بجد تاني بشكر الاسكندرانيه على طريقتهم في الفسيخ والرنجة، خطير خطير خطير. انا باكل وناسيه نفسي. بس كده الفيديو خلص، هقفل بقى عشان نكمل اكل، وباي باي.